أرسلتني فرنسا من أجلها أنا وليس شخصا آخر غيري، هي اللعب الدائم على حبلي السياسة والقوة. بعض المؤرخين يقولون إن اليوتي اعتمد سياسة إسلامية من أجل إحكام قبضته على البلاد، وتقوم تلك السياسة على مبدأ التوقير والاحترام تجاه كل ما يتعلق بدين وعادات المغاربة. وهذا الرسم التعبيري يمثل تكريمه لباشا مراكش التهامي الكلاوي، كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس، ومن إسهاماته أيضا مساعدة الملك المغربي في بسط نفوذه ووضع العلم المغربي ونقل العاصمة من فاس إلى الرباط. او الدوله المغربيه الحديثه عبد الرحيم الورديغي تيقول شتي هذا المغرب اللي كتشوفوا دابا اليوطي هو اللي دارو، قبل منه كان غير المرض والوسخ، والناس ديال المخزن في عهد السلطان مولاي حفيظ ما كانوش قاريين، المخير فيهم حافظ القران في القرويين، وقال هذاك الحاج المقري اللي كان حاكم في كل شيء باه كان كيبيع الشفنج. كلمات بحال هادي يمكن تجيب لراسك بزاف ديال التساؤلات، وهاي اللي واش هادشي صحيح زعما؟ التاريخ ديال المغرب منين كيبغيو يعاودوه كيجيو حتى 1912 وكيفرانيو وكينقزوا نيشان ل 1953 العام اللي تنفى فيه سلطان المغرب سيدي محمد بن يوسف. ايوا وعلاش مال الفتره من 1912 نهار دخلات فرنسا للمغرب حتى الاستقلال مالها معلاش الله؟ ياك حتى هي تاريخ كي كان زوين كي كان خايب كي خاصنا نهضروا عليه. هاد الفتره هادي كثروا فيها الخونه والبياعه وعملاء الاحتلال، هاد الفتره هادي عاشوا المغاربه الضعف والتمزق، وراسي يا راسي ما ميزش ما بين شرفه ورعاوين، وهاد البلاد المحافظه دخل ليها الخمر والدعاره بسبب لو ريزيدون اليوطي. قليل بزاف في المغاربه اللي كيعرفوا مول هاد الميسطيج. هاد الحريمي هذا بوسلهام اللي كيبان لكم كيوت خلى دوله على قدها تأتمر بامره، ودخل تاريخ المغرب من بابه الواسع. هو عاشق الامبراطوريه الشريفه، بنى وعلى، صمم لحن النشيد الوطني، اعاد للملكيه هيبتها، جدد المخزن، اسس الاداره، قضى نهائيا على السيبه في المغرب، وثبت النظام الملكي، جعل الرباط عاصمه، بنى الدار البيضاء، انشأ المدرسه العصريه وانشأ المدرسه العسكريه في مكناس، بنى الطرقان والسكك الحديديه والوزينات، واكتشف الفوسفات وما ادراك ما الفوسفات. من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دوله اسمها المغرب، هناك فاس مكناس مراكش، حتى الان باللغات الاجنبيه يقولوا مراكش مروكو، عمرهم ما يقولوا المغرب. من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس مكناس مراكش، حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش مروكو، عمرهم ما يقولوا المغرب. والله غير القارة وراجل ناس قاع كولات، خلوني كولوري على من بدل الديكور، ديكولي من غبار درك نولي كور، غير يا طيار على